في اللحظة اللي كان مصر كلّها كانت بتجري كده في الشوارع وبتحتفل بالتأهُّل ده لدور ال16 في المونديال، كان في لاعب واحد بس واقف وسط الملعب كده ورافض يبتسم وشايل جبل هموم فوق كتافه، وده كان محمد هاني، وبعد كده انهار وعيّط، وبعد كده ليه واحد في حجم محمد صلاح مثلًا يقعد في الدقيقة 120 يقعد يذاكر مع محلل الأداء زي طالب في ثانوية عامة، قبل البلنتيات عمّال تذاكر. الحقيقة يا جماعة إن السر مش في الكورة هنا. يعني السر هنا لا في خطة ولا في أداء، السر هنا في المشرط السيكولوجي ودبح الإيجو اللي عمله حسام حسن ومحمد صلاح، فحوّل ال11 لاعب دول من لاعبين كورة ومن حالة إحباط لملحمة. وقبل ما نلخّص يعني ونعرف الحكاية الغريبة دي، بالمناسبة يعني صلاح فعلًا خاض المباراة دي وهو مُصاب فعليًا ومن غير نادي. آآ هات قهوتك بقى، تعالَ أحكي لك القصة دي. آآ قبل ما نكمّل بس لازم أوضّح لك نقطة مهمة، أنا مش جاي أحكي لك عن خطط ولا بتاع، أنا مش بتاع كورة أساسًا، أوكي؟ وده مش مجالي، أنا بابُص للموضوع خالص من زاوية تانية مختلفة، يمكن أنا باصص للموضوع من زاوية نفسية وتعليمية بحتة، يعني اللي يهمني مش الكورة، اللي يهمني هنا القدرة على إدارة العقل البشري، والقدرة على إدارة إن أنت تطلّع من 12 شخص، من 12 بني آدم أحسن ما يملكه. فالحلقة دي مش عن كأس العالم، الحلقة دي عن الإنسان جوّه الملاعب، تمام، وإزاي ممكن تاخد من القصة دي درس تطبّقه في حياتك، سواء كنت طالب بقى، موظف، مدير، أو حتى أب. فتعالوا ندخل في الموضوع. أولًا كده عشان تعرف حجم المعجزة اللي حصلت، فأنت لازم ترجع بالذاكرة كده لورا شوية، تمام، لمنتخب مصر قبل حسام حسن، والحالة النفسية اللي كان بيمُر فيها. بينزل الملعب خايف يغلط، إمم، عنده تكتيكات كتيرة أوي، أوكي، وعميقة، ماشي، ما فيهاش روح، وفي نفس الوقت هو إيه، اللعب كلّه داير حوالين إنه احدف الكرة لصلاح، وصلاح يعمل معجزة فردية، ماشي، يكسب، مع إن صلاح أصلًا مقفول، يعني هو صلاح أصلًا عليه 4، 5 فهُم شالينه، تمام، فبالتالي المنظومة كلّها كان فيها حاجة غلط. لمّا جه حسام حسن الموضوع اتغيّر 180 درجة، إن أنا أقدر أعمل احتواء عاطفي للعيب، تمام. زمان كانوا بيقولوا على حسام حسن هو بيعرف يحمّس اللعيبة، أوكي، هو بيعرف يحمّس اللعيبة فعلًا، بس هي يعني كلمة التحميس دي تسطيح للأمور، لأن الموضوع أكبر من كده حبّتين 3 يعني. أوكي، حسام حسن بيضخ جينات قتالية في العروق بتاعة اللعيبة، صح، مضبوط، ماشي، الفوارق بقى بسبب الضخ ده، إن المحترف والمحلي الفوارق بينهم دابت، يعني شُفنا مصطفى شوبير واقف أسطورة، شُفنا رامي ربيعة، شُفنا ياسر إبراهيم بيلعبوا يعني عتاولة، وعندهم صلابة ذهنية وmentality قوية جدًا بشكل غير طبيعي، البدلاء نزلوا، في واحد منهم تقريبًا كان نزل يمكن أول مرّة ينزل حاجة كده يعني، ماشي، نزلوا وجابوا ركلات جزاء عادي وأعصابهم ميتة والدنيا زي الفل، وده يفهّمك إن أول جزء حسام حسن اشتغل عليه إنه يخلص من عقدة النقص، يعني عقدة النقص إن في فروق بيني وبين المحترف و وسيكولوجية الفريق اللي كلّه بيدور في فلك لاعب واحد، ماشي، دي اترمت كلّها في الزبالة. ماشي، واللي بقى عنده إنه في سيكولوجية في فريق كلنا بنلعب مع بعض وكلنا لازم نعدّي، دي نقطة مهمة جدًا تفهمها في تكتيك حسام حسن عشان حتى الناس الرياضيين لمّا ييجي يحلّلوا يفهموا الفكرة النفسية ورا القصة دي. اللقطة بقى الإدارية اللي ما حدش خَد باله منها، إن حسام حسن قال في كذا مؤتمر صحفي وهو قالها، إن المنتخب ما بيعتمدش على لاعب واحد مهما كانت قيمته، الجملة دي ما كانتش كلام تحفيزي ولا كلام عشان يحِط من صلاح ولا كلام عشان يعلّي من نفسية اللعيبة التانية، لأ، هي الفكرة كانت إعادة توزيع الضغط، يعني أي مدير في شركة أو أي حد عنده team، ماشي، مش عايز الload يبقى على شخص واحد بعينه، تمام،
عارفين المقولة المشهورة إن الشغل ما بيقفش على حد؟ أنت لمّا بتحُط الload على شخص بعينه، فأنت حقيقةً الشخص ده لو وقع لأي سبب من الأسباب، فالشركة انهارت، لإنه ببساطة الload مرمي كلّه على شخص واحد، ودي النقطة اللي كان حسام حسن من الواضح جدًا كان عايز يخلص منها، إن يقدر يوزّع المجهود على الكل. طيب، تعالوا نحُط مشهد على لقطة كده، لقطة إنسانية قوية أوي في البطولة. محمد هاني مَر بنفس اللحظة الكربونية كده، عمل copy paste كده وجاب جون في نَفْسه، هو عمله في بلجيكا، يعني في ماتش بلجيكا عمل نفس القصة، وفي ماتش بتاع أستراليا عمل نفس القصة، لدرجة إنه statistic wise يعني الراجل ده أول واحد يعمل كده من سنة 1966. تمام، طبعًا يعني لاعب يعمل كده مرتين ورا بعض كان تحوّل إلى ضحية خلاص، يعني خلاص، يعني هيقعد يجلد نفسه بقى وأصلًا المجتمع مش هيسيبه. تمام، وده حصل، ده يفسّر لك ليه الولد قعد يعيّط، وبعد هدف صلاح التالت اللي هو قبل الهدف الأخير بقى، ما كانش قادر يفرح مع اللعيبة، لإن هو عارف إنه لو حصل حاجة هو اللي هيشيل الليلة، وقعد يعيّط بحُرقة. المُلفت بقى هنا بقى حسام حسن، بُص التصرُّف، حسام حسن تاني يوم في المؤتمر الصحفي راح قال إيه بقى، قال لك: "أنا راضي تمامًا عن أداء محمد هاني." لأ وقال إيه أنا كإني ما شُفتش الجول، قال: "أنا ما أقدرش أقيّم الراجل ده على 120 دقيقة على غلطة حصلت، أنا في عندي 120 دقيقة الراجل ده كان واقف راجل." قال له: "أنا" يعني بُص الكلام، "أنا كإني ما شُفتش الجون." أنا مش عايز أقول لك إنه وَقْع الكلام ده على محمد هاني هيكون عامل إزاي، يعني أنت من غير ما تشعر أو تشعر الله أعلم، أنت خلقت راجل عنده loyalty ليك بشكل غير عادي، يعني الراجل ده هينزل الماتش الجاي هياكل الملعب، ولا هيفرق معاه حاجة، ليه؟ لإن في راجل شال عنه الغلط، ودي تاني نقطة، المدراء الناجحين دايمًا والteam leaders الناجحين دايمًا بيشيلوا الغلط عن الteam. خدوا بالكم إن في team leaders كمان عندهم يعني هو أوكي بيشيل غلط على الناجحين، بس الteam ما بيبقاش عارف إن الteam leader هو اللي شال الغلط، ودي برضه غلطة. الteam لازم يعرف إن الteam leader هو اللي شال الغلطة، ولازم يعرف إن هو ضحى عشانهم، لإن بالتبعية هم بيشعروا بالانتماء لهذا الشخص، وبيبقوا عايزين زي ما يقولوا كده إيه، يردوا له الجمايل. فحسام حسن هنا يعني مسح الغلطة بأستيكة يعني ولا كأنه حصل حاجة، عرفت إزاي؟ رجّع للاعب هيبته ماشي، ولا كأن حاجة حصلت، تمام؟ اللي زاد بقى كمان من موقف هاني إيه، الجمهور، وعكس المتوقع، الجمهور ما هاجمش محمد هاني، ليه برضه؟ لإن الناس مع الوقت بتدرك مين اللي تعب ومين اللي ما تعبش، بتدرك مين اللي بيمثّل ومين اللي ما بيمثّلش، يعني مهما حاول تدّعي شيء هو مش فيك ماشي، هو هيبان مع الوقت، الناس هتعرف، يعني الناس مصدّقة محمد هاني. الناس مصدّقة إن الراجل قتل نَفْسه وعمل اللي عليه، وإن الجون غلطة، فهمت إزاي؟ وبالتالي تحوّل الجمهور لدرع حماية لمحمد هاني، الحقيقي مش لمحمد هاني بس، هو الجمهور تحوّل مع الوقت لدرع الحماية للفريق كلّه، تمام، دي نقطة برضه مهمة تتاخد في الحسبان. الحقيقي بقى إنه أكبر تحوّل مبهر في المونديال ده هو محمد صلاح، وعشان تفهم حجم اللي بيحصل ده لازم تعرف حاجة مهمة، إن صلاح دخل المونديال ده وهو سايب ليفربول، هو ما عندوش فريق. يعني انتهت رحلته مع النادي اللي بقى له معاه 9 سنين، وفي الموسم الأخير كان عنده خلافات علنية مع المدرب، وتقريبًا كان قاعد ما بيلعبش، ولسه مستقبله مش معروف ومفتوح على كذا احتمال، بس صلاح معروف من زمان إن هو عايش جوّه system، في system صارم حاطط دماغه جوّاه، هو
actually ما بيتقبّلش مش ما بيتقبّلش، هو لا ينصاع للضغط اللي جاي لا من اللي حواليه ولا من نَفْسه. في بداية الموضوع الأنا كان عند محمد صلاح عالية جدًا، ابتدى يحس إن هو الجامد وهو. ماشي، دلوقتي مع السِن ومع الخبرة عقليته اتطوّرت، واتحوّل من واحد عايز يحمي نَفْسه، لواحد عايز يحمي فريقه. ده اللي إحنا بنسميها protective leadership، يعني هو الراجل قائد في الملعب، قائد في غرفة اللبس، و وقادر ينقل حمايته ويفرضها على الناس اللي حواليه. يعني أنا في حتّة كده زيكو قالها وأنا مش متأكد منها صراحةً يعني، ماشي، يعني إنه زيكو بيحكي إن هو غلط في الملعب، فصلاح قال له: "لأ، ده مش أنت اللي غلطت، ده أنا اللي غلطت." وزيكو يعني متأكد إن هو اللي غلط، صلاح قال له: "لأ، كمّل والعب وما لكش دعوة، ما لكش دعوة، ما توجعش دماغك." يعني ده يفهّمك إن صلاح عايز يعمل إيه. وصلاح حاول يعمل الحركة دي على فكرة في المَرّة اللي فاتت برضه، إن يشيل الضغط من اللعيبة ويخلّيه عليه هو، تمام؟ فيخلّي اللعيبة في الcalm mind state، يعني إن هو قاعد في حتّة كده comfort zone، هو ما عليهوش ضغط، هو بيلعب عشان يستمتع، في واحد تاني شايل الضغط عنه، actually في 2، حسام ومحمد صلاح. وعشان تتأكدي إن الكلام ده مش نظري، هو صلاح كان مُصاب فعليًا في الماتش ده، ولعب ال120 دقيقة دول مُصاب، والحقيقة إن هو اللي طلب يخرج في ماتش إيران عشان ماتش أستراليا، ولعب ال120 دقيقة دول كاملين، وراح عمل الpenalty اللي شاطه بالطريقة اللي اسمها بانينكا دي، أنا ما كنتش أعرف إن في طريقة اسمها بانينكا عمومًا يعني، ماشي، وهو مُصاب بس عملها عشان ي ي ينقل الثقة للعيبة اللي جاية وراه، واخد بالك؟ فأنتم كلاعيبة يعني كبقية بقى الفريق اللعيبة الصغيرين، لمّا يشوفوا اللعيب الكبير بيعمل كده، ماشي، فهُم أوتوماتيك بيعملوا زيه، وأوتوماتيك هُم دلوقتي شايفين إن الراجل ده بُصّوا مكانته، بُصّوا اللي وصل له، وبُصّوا هو معاه فلوس قد إيه، وهو لو قعد بقية عمره قاعد في البيت الفلوس اللي معاه مش هتخلص، ومش عارف إيه، كل الكلام اللطيف ده. هُم شافوا في الآخر راجل نزل وبيشيل عنهم كل حاجة. عندك لعيب تاني بيعيش برضه يعني قمة الإنجازات الفردية، وقمة انفجاره الذهني، إمام عاشور. وإمام عاشور مع إنه في لغط كتير جدًا عن المشاكل اللي حصلت قصاد الأهلي، البعض شايف إن الأهلي ما كانش حازم معاه كفاية واللي مش عارف إيه، بس التحليل النفسي بيقول حاجة تانية خالص. بيقول المشكلة مش في قلة الحزم بتاعة الأهلي، قد ما المشكلة كانت في حاجة الحرية الهيكلية. يعني عقلية إمام عاشور كانت إيه، بتحتاج مساحة إبداعية حرة كده، ماشي، عشان تفجّر الطاقة اللي فيه. الأهلي فيه system صارم تكتيكي مُقيّد، وده مش مخلّيه كان يرتجل. يعني هتشوف في 3/4 الماتشات إن الراجل عمّال بينُط في كذا مكان، شمال ويمين وفوق وتحت وينزل فوق وينزل يدافع ويطلع. وده فرق psychology عبقري خلّى إمام ينطق ويروح في حتّة تانية. طبعًا ده إلى جانب التحفيز، إلى جانب إنك بتلعب للمنتخب، إلى جانب طاقة كاس عالم، بس هم شوية محاور كده أدّت في الآخر إلى خلق هذه الشخصية اللي ما كانتش موجودة في الأهلي. يعني خلِّت تتساءل كده هو إزاي اللعيب ده أصلًا بيلعب في مصر لغاية دلوقتي ما احترفش برّه من زمان ليه؟ اللقطة بقى اللي أكتر لقطة لفتت نظري محمد صلاح. في الدقيقة 120، يعني الماتش خلص هنبتدي البلنتيات بقى، تمام؟ هناك الراجل اللي هو اللي بيدرس للعيبة مش عارف اسمه المُعِد مش عارف اسمه إيه، الراجل قام جايب اللابتوب وقام قاعد على الأرض، ماشي، وصلاح جه جنبه وقعدوا يذاكروا الgoal keeper الجديد اللي أستراليا نزّلته في آخر الدقيقة ده بيشوط إزاي. طبعًا بالنسبة للعيبة التانية إيه ده! ده صلاح نازل يذاكر ده صلاح خلّص كورة، يعني الراجل قفّل الجدول أنت داخل تذاكر! داخل تذاكر في الدقيقة 120. كانت النتيجة إيه بقى؟ إن اللعيبة كلّها جات ورا صلاح، صلاح هو الوحيد اللي قاعد على الأرض هو والراجل، كلّهم جُم قعدوا وراه وقعدوا يتفرّجوا الراجل بيشرح إيه، ويتفرّجوا على الgoalkeeper ده بيتصرّف إزاي. كانت النتيجة إيه بقى؟ إن ما فيش لعيب مصري ضيّع كورة، كل الأجوال دخلت. ده يفهّمك إن العقلية الprofessional هي عارفة إن هي ما ينفعش تبطّل تتعلّم، هي once إن هو اللي إحنا بنسميها growth mindset. you have a growth mindset معناها إن أنت ما بتبطّلش تعليم، فما بطّلتش تعليم يبقى إيه اللي هيحصل؟ هتترقّى.
قصاد الgrowth mindset في حاجة اسمها fixed mindset. fixed mindset دي بقى ممكن تيجي نتيجة غرور أو تيجي نتيجة إن أنت وصلت لمرحلة معيّنة من العلم نجّحتك، فأنت اكتفيت، اكتشفت إن أنت فاكر نفْسك كده أنت إيه، كمّلت. إيه اللي مخلّي صلاح مميز؟ يعني إزاي واحد مثلًا يقعد 9 سنين كل سنة أرقامه تبقى أحسن من السنة اللي قبليها؟ هي الgrowth mindset. الراجل بيترقّى، الراجل بيذاكر، الراجل بيتمرّن، الراجل يعني وكانت باينة جدًا. الراجل جاب اللابتوب، التاني صلاح جه هوب راح قعد جنبه على الأرض وقعد يذاكر بيصُد أجوان إزاي. الحقيقة إنه إحنا أساسًا عندنا مشكلة في النقطة دي، يمكن أنا اتكلمت فيها في الفيديو اللي فات بتاع الأخطاء، إنه في شباب خارجين للدنيا فاكرين نفسهم فاهمين كل حاجة، للأسف يعني. ويقول لك أصل ده أنجح واحد في مركزه، وده أحسن واحد في العالم في المركز الفلاني، وده أتقل واحد ما أعرفش إيه، وده مش عارف إيه، وده مش عارف إيه. حقيقةً نجاح شخص ما في توقيت زمني ما أعقبش هذا النجاح مذاكرة، هيكون النتيجة إن اللي كان وراه هيطلع قدّامه. يعني لو السنة دي أنا أحسن striker على الكوكب، وواحد تاني رقم 2 والواحد التاني ده بيذاكر، ورقم 1 ده استكفى، السنة اللي بعديها يكون رقم 2 هو رقم 1. قيس ده بقى في كل حاجة، قيسه في الbusiness، قيسه في المذاكرة، قيسه في العلم، قيسه في أي شيء، قيسه في التدين، قيسه في أي شيء، أي شيء. فصلاح بعت رسالة غير مباشرة، ما أعرفش هو كان قاصدها والّا لأ، إن ما فيش حاجة اسمها ego، الego ده مش موجود أساسًا. ماشي، إحنا بنتعلّم وهنفضل نتعلّم لأصغر تفصيلة ممكنة. انعكس الموضوع ده على مين؟ على كل اللعيبة. اللعيبة نزلت في الآخر تَك، تَك، تَك قفّلت الجيم. فيا جماعة لو أنت مدير، صاحب شركة، بتقود فريق، خلّي بالك من حاجتين. 1 psychology safety، الأمان النفسي. لازم جدًا اللي طبّقه حسام حسن مع هاني، لازم أنتم كمان تطبّقوه مع كل الناس اللي تحتيكم. النقطة التانية إعادة توزيع الضغط. مهم أوي، أوي، أوي إن ما يبقاش في واحد بس هو اللي شايل كل حاجة. مهم أوي، أوي إن يكون في حرية للشخص عشان يبدع. الحرية دي هي ليها طرف تاني إن ممكن تخرج برّه الcontrol، بس الحرية المُقيّدة شوية دي بينتج عنها شخص مُبدع بطبعه. يعني هو بيبتدي يprove إن هو قد الحرية اللي أنت اديتها له، وده اللي حصل مع إمام عاشور، فيبتدي يدّيك حاجات أنت ما كنتش متوقعها منه. وactually 3/4 الناس اللي جرّبت تدّي حرية لناس تحتيها، هي فوجئت بنتائج أصلًا يعني أكتر من المتوقع بكتير. ماشي، بسبب إن الحرية دي خلّت اللي تحتيهم يحاول يثبت لهم إن هو قد الحرية اللي أنت اديتها له. نهاية الكلام يعني ملحمة المنتخب دي يا جماعة مش كورة، ده تطبيق حي وعملي للحلقة اللي اتكلمنا عليها امبارح بتاعة التعلم من الأخطاء. النجاح مش إنك ما تغلطش، النجاح إنك تملك المرونة الكافية النفسية والجماعية، وتلاقي البيئة اللي تحتضنك، وتحوّل الغلط اللي حصل ده لوقود يدفعك لقدّام. بس ما عنديش حاجة تانية أقولها. افهموا الكتالوج النفسي كويس أوي اللي حصل ماشي، وحاولوا تطبّقوه في كل اللي حواليكم، في بيتكم، مع عيالكم، مع مراتاتكم، مع كل حاجة. ادّوا للناس مساحة، ازرعوا الثقة. أشوفكم الحكاية الجاية. سلام.